الرحمن الرحيم. كنشكروا قناه السؤال، القناه الرقميه السؤال، على تغطيتها لهذا المهرجان. هذا المهرجان اللي كيجي احتفالا بالمولد النبوي الشريف، مهرجان مولديه تمكنات في دورته الثالثه، ميلودي لاقيني بحبابي. وهذا الميلودي لاقيني بحبابي هو شعار، او يعني نقدروا نقولوا واحد بحال كلمه السر كانت بين المكانسه او بين الناس اللي كيحضروا للميلود، انهم ما كيتشافوا الا من وقت الميلود لوقت الميلود، كيقولوا الميلود لاقيني بحبابي. وبالتالي خدينا هذا شعار دائم. وشعار الدوره الحاليه هو اماره المؤمنين ضمان للوحده والتعايش، نظرا لما تمثله اماره المؤمنين هذه المؤسسه من ترسيخ لدعائم الدولة المغربية، من ترسيخ لمفهوم الوحدة بين مختلف مكونات هذا الوطن، وهي كذلك لترسيخ التعايش بين مختلف الشرائح هذا الوطن ومختلف الجهات ديالو. اذا فكان لابد اننا نقولوا على اننا احنا كشعب مغربي كنفتخروا باماره المؤمنين وبصاحب الجلاله على انه هو ضامن الوحده وضامن التعايش لهذه الامه. اذا هذا من هنا جاء هذا الشعار. اما الاحتفال كما قلنا، فكما البرنامج يعني شويه على امتداد 3 ايام. هذه احنا الان في موكب مولديه، موكب كيضم مجسمات، كيضم فرق فولكلوريه، اضافه لمجموعه من الجمعيات المشاركه، جمعيات ديال الطفوله، جمعيات اخرى اللي مشاركه في هذا الموكب هذا احتفالا. لان الاحتفال هو احنا اخترنا انه يكون ثقافي عن طريق الدول اللي غادي تتقام ان شاء الله حول موضوع حول محور اماره المؤمنين ضمان الوحده والتشارك. كذلك احتفال فرجوي عن طريق او فني عن طريق الامسيات الثقافيه والقراءات الشعريه التي ستكون ان شاء الله ستؤسس هذه فعاليه هذا المهرجان. وكذلك فرجوي من خلال هذه الفرق الفولكلوريه، ومن خلال هذه الفرجه اللي غادي نشوفوها، اللي غادي نتمتعوا بها اليوم ان شاء الله، وتمتع بها ساكنه مدينه مكناس، ونتمنى انها تقبلها. هي هذا الموكب اللي كيضم مجسمات عن المصحف الكريم، يعني القرآن الكريم، مجسم عن صومعة ومجسمات أخرى، مع هذه الفرق الفولكلورية عيساوة، هلتوات وقناوة ومختلف الفروق التراثية الحاضرة. وشكرا ثانية مرة أخرى لقناة السؤال.